السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لقاء اليوم، تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش في الدوري. الأربعاء 5 مارس 2025 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة رقم 17 لبطولة الدوري الممتاز، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساء اليوم باستاد القاهرة. لعب الفريقين 35 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود طلائع الجيش للممتاز موسم 2004-2005. كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد بركات. وآخر مباراة في 8 يوليو 2024، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما عمرو السولية ووسام أبو علي. خلال هذه المباريات فاز الأهلي في 27 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة. تعادل الفريقين في 7 مباريات، أحرز الأهلي 70 هدفا وتلقت شباهه 15 هدف. أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء 3 مرات في موسم 2006 و2014 و2023، وبنتيجة 4-2 في موسم 2009. وفاز الأهلي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء 5 مرات، و3 مقابل هدف 3 مرات. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين عماد متعب برصيد 7 أهداف، ومحمد أبو تريكة وعمرو السولية برصيد 6 أهداف لكل منهما، وعبد الله السعيد برصيد 5 أهداف، ثم جونيور أجاييه برصيد 4 أهداف. مشاهدة طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.